فيديو النهارده فيديو جميل جدا لاني هعرفك ازاي تحول ال100 جنيه بجد ل 1000 جنيه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم من ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي. كتير منكم قالوا لي في المتابعه الاونلاين ان كل مشكلتهم الفلوس، وانهم الفلوس معاهم بتخس مش بتزيد، وان ال100 جنيه اللي معاهم اصلا بتتفرتك في كده، يعني قاعد على القهوه مع اصحابهم الفلوس بتطير. انا بقى هقول لك على طريقه سهله جدا هتخليك بجد تحول ال100 جنيه ل 1000 جنيه. الطريقه دي عمليه ومجربه بنسبه مليون في المية، وكتير جربوها، مش واحد ولا اتنين ولا تلاته، لا انا وتلاته من المتابعه الاونلاين. ومش انا اللي نزلت السوق وعملت المشروع اللي انا بقول لكم عليه ده، لا انا جبت الفكره، جهزت الحاجه، لكن جبت شخص من الشارع، واحد صاحبي، قلت له يا اسطى مثلا هتبيع الحاجه دي وهتاخد انت المكسب النص وانا النص بتاع المكسب. وال100 جنيه قسما بالله وصلت بعد 3 اسابيع بالظبط 1000 جنيه. ولو كنت انا اللي نزلت السوق قسما برب العباد لكانت ال100 جنيه تتحول ل 1000 جنيه خلال اسبوع واحد بس. تعالوا نشوف الطريقه. يلا نشوف الطريقه. بص يا صاحبي، مشروع النهارده وهو مشروع لو انت شخص بتتكسف فاطلع من الفيديو. ليه يا عم علاء؟ لاني مشروع النهارده بصراحه كده انك هتبيع شاي. الله، شاي؟ ايوه هتبيع شاي. اول حاجه هقول لك المكان اللي بيبيع في الشاي. تاني حاجه هقول لك المصاريف المكلفه بالظبط عشان ما حدش يضحك عليك. حاجه هقول لك لو انت شخص بتتكسف تجيب مين يبيع لك. ايه رايك؟ يبقى كده ما حرمتكش من حاجه. قلت لك المكان اللي هتبيع فيه، الشخص اللي هتخليه يبيع، وكمان هقول لك المنتجات والثمن بالظبط. اول حاجه نبداها بس كده الثمن بالظبط. بص يا صاحبي، عشان ما اصعبهاش عليك، عشان الموضوع يكون مبسط، اول حاجه نبدا بيها وهي المصاريف اللي انت هتصرفها. بص يا صاحبي، اول حاجه انت هيبقى معاك 100 جنيه بس. 100 جنيه بس. انا قايل لك المشروع من 100 ل 1000، يبقى ال100 بس، مش عايزين نزود خالص. اول حاجه هتجيب الكوبايات اللي هتبيع فيها الشاي. طبعا يا عم علاء هجيب الكوبايات ايه؟ اشربه بالشفاطه؟ اكيد كوبايات. الكوبايات هتجيب حوالي 50 كوبايه ب 30 جنيه. 50 كوبايه ب 30 جنيه جمله من اي محل بيبيع كوبايات جمله. ال 50 كوبايه او 60 كوبايه كمان ب 30 جنيه. حلو. صرفنا 30، اتبقى معانا 70. احنا قلنا كده ايه؟ خلصنا من الايه؟ من الكوبايات. نيجي بقى على الشاي والسكر. الشاي هتجيب شاي ب 30، احنا معانا 70، شاي ب 30 و40 سكر. او بس حاول الشاي يكون اقل من السكر، لان انت هتستخدم نص معلقه، ربع معلقه، فالناس ما بتحبش الشاي تقيل، او تقيل هيكون ايه؟ معلقه يعني، فالسكر اللي بتحط اكتر. تمام؟ فانت هتجيب سكر اكتر من ايه؟ من الشاي. انت مع نفسك بقى، يعني انت معاك ال70 جنيه هتقسمهم نص سكر نص شاي، تلتين سكر تلت شاي، او مثلا 3/4 سكر وربع شاي. حلو يا علاء، انت كده قلت لي المشروع، قلت لي اسم المشروع، قلت لي الثمن المكلف للمشروع. طب بص يا علاء، اول حاجه كده ابيع فين؟ بص صح، حته تبيع فين دي بتاعتي، وابيع ازاي برضه بتاعتي. بص يا صاحبي، انا هقول لك على 3 مناطق. اول منطقه قدام المدارس. ثاني منطقه في الاسواق زي سوق الخميس اللي هو بيبقى فيه خضار وخيار وطماطم وكده، او سوق الجمعه. الله اعلم انتوا عندكم بيبقى السوق اسمه سوق الجمعه او سوق الخميس، شوف براحتك. او اماكن العتبه، يعني العتبه في القاهره برضو الشاي بيتساوي فيها جدا. الكوبايه هقول لك بقى الربح بتاعك هيبقى ازاي، وهتبيع الكوبايه بكام. تمام؟ يبقى انا قلت لك قدام الجامعات، قدام المدارس، قدام الاسواق، جوه الاسواق. سباق الاسواق، اسواق الخميس الجمعه السبت الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه. تمام؟ فبراحتك. بتتباع في 3 مناطق دول: الاسواق، الجامعات، المدارس اللي اشتري منك المدرسين او الطلاب وهم طالعين عايزين يبانوا انهم كبار فيشربوا. طب ابيعه ازاي؟ يعني انا اشيله على ايه؟ مش هشيله على حاجه. لا مش هشيله على حاجه ازاي يا عم؟ لا ايوه والله العظيم ما هشيله على حاجه. اسف الطريقه دي كده هز. انا انت مش هتشيله على حاجه. امال انا عامل ايه؟ الكوبايات تشيلها على شنطه جنب كده، شنطه بتبقى كرتونه ووصل لها حبلين. ايه رايك؟ كرتونه ووصل لها حبلين. بقول لك قسما بالله المشروع متجرب. كرتونه ووصل لها حبلين، حط فيها الكوبايات، ماسك الكاتل في ايدك اللي فيه الميه السخنه، شيك
شيك، معلقه سكر، معلقه شاي وبس كده. ايه رايك في البساطه؟ سيمبل خالص اهي، سيمبل خالص اهي. يبقى انا قلت لك اول حاجه على، قلت لك الاماكن اللي تبيع فيها، وقلت لك كمان الفلوس اللي هتصرفها، الربح. هربح كام؟ طب ابيع بكام؟ نشوف بقى الربح عشان ايه، نشوف الربح عشان ايه. ورايا امتحانات، ادعوا لي، امتحانات 1 2 5 ربنا يعيني. المهم الربح، انت هتبيع كوبايه ب 10 جنيه. ازاي؟ انا كده هخسر يا عم. اصطبح حسبه وانا عاملها لك. كوبايه ب 10 وانت معاك 60 كوبايه او 50 كوبايه. اسمع بقى، قول 50 كوبايه. 50 كوبايه في الكوبايه ب 10 جنيه، يبقى كام؟ يبقى انت كسبت كام؟ رد عليا. بس كده، انت حسبتها اهو. 50 في 10 ب 500 جنيه، يعني انت حولت ال 100 جنيه ل 500 جنيه. طب امتى احولها يا عم علاء ل 1000 جنيه؟ استنى، ال 500 جنيه هتاخدهم، هتطلع ال 100 اللي انت هتدفعها في الاول خالص، تشوف انت سالفها من ماما ولا بابا ولا منك ولا من ايه، وتعينها. وال 400 هتبدا بيهم مشروع تاني. هتجيب شاي، سكر، تمام، وحاجه جنبه، يبقى سحلب، قهوه، حاجه من الاثنين. هتبيع كوبايه برضو ب 10 جنيه. لا 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 لا، ده انت كده عليك كسبنا فوق. هتجيب كوبايات بكام؟ هتجيب كوبايات ب 100 جنيه، يعني 100 كوبايه او اكتر، 100 كوبايه او اكتر. قول ال 100 جنيه هتبيعها ب 10 جنيه. ايوه هتبيعها ب 10 جنيه، يبقى كسبت كام؟ 100 كوبايه 1000 جنيه. يبقى انت حولت المشروع لكام؟ من 100 لكام؟ 1000. ايه رايك؟ بس انت يا علاء ما قلتلناش هنصرف كام في البيعه الثانيه. احنا كسبنا 400 على 100. طب انت قلت لنا نعين ال 100 وقلنا نشتري ب 400 كلهم. لا، اشتروا 300 بس او 250 بس. 100 كوبايات، وال 150 50 شاي، 50 سكر، 50 قهوه او سحب. بس اضمن لك المشروع هيكسب 100%. طب مين هيبيعه على لو انا بكسب؟ سهله وبسيطه، الغالي وطلبك رخيص. بص بقى، ايه اللي هيبيع لك؟ تجيب واحد من الشارع ما تعرفوش. ده في المره الاولى بس. المره الثانيه انت اللي هتنزل تبيع اجباري. المره الاولى هو اللي هيبيع، او انت تبقى قاعد جنبه اكنك صاحبه مثلا، او انت تبيع. ده الافضل، عشان لو طلع حرامي او لما اسف الكلمه سرق الفلوس، فانت ما تندمش في الاخر وتقول فكره علاء. فانا بقول لك انت بتكتسب، هتاخدوا انتوا الاثنين. انت هتبقى قاعد وهو بيبيع وانت بتتفرج عليه. دي المره الاولى. المره الثانيه اجباري عليك انت اللي هتنزل تبيع. ليه بقى؟ لان ربح المره الثانيه غير المره الاولى. المره الاولى انت كسبت 400 جنيه وممكن واحد ياخدهم، اما المره الثانيه انت كسبت 500 جنيه على ال 300 جنيه اللي صرفتهم. ما في المره الثانيه انت صرفت 300 وعينت 200 من ال 500 اللي كسبناهم. حلو، انت كسبت. انت في الاول بدات ب 100 بقى 500، عينت منهم 200 واشتغلت في المره الثانيه ب 300. ال 300 جابوا لك كام؟ ايوه. الله، انت مش معايا ولا ايه؟ 300 جابوا لك كام؟ لا مش 500، 700 جنيه. 700 جنيه. ما انت بدات ب 300 والكوبايه ب 10 وهم 100 كوبايه يعني 1000 جنيه، يبقى انت كسبت 700 مش 300. يبقى انت كده كسبت 700 مش 500. ايه رايك؟ يا رب المشروع يكون عجبكم، ولو عجبكم احب اقول لك انا معاك للاخر، ومعاك لحد ما احنا الاثنين نوصل. وما تنساش تحجز معايا في المسابقه اونلاين، هتكون على الرقم الذي قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار. بص، انت تروح تبيع الشاي والحاجه وتخلص كده وتيجي تحجز معايا في المسابقه اونلاين على طول. ماشي يا شاطر. وكل سنه وانتم طيبين، عشان الحق اروح اذاكر، عشان انا مزنوق زنقه ما يعلم بها الا ربنا. يعني السلام عليكم.